والدتي الله يرحمها زمان كانت دايما تقول لنا اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. يعني ايه؟ يعني كل واحد بيتحمل نتيجة عمايله اللي عملها قبل كده. وكنت انا طبعا الايام تشيلني وتحطني، ساعات اطين بطين، ساعات اقع واقوم، ساعات اخد بالنصيحة وساعات ما اخدش. المهم ان اللي انا فيه دلوقتي هو نتيجة عمايلي اللي عملتها. والله ستات زمان كان عليهم شوية كلمات في الجون. طيب ايه رأيكم بقى؟ عايزين نعمل كده بالنصيحة دي مع الناس اللي حوالينا، مع الناس المتعبين اللي حوالينا، سواء بقى مؤذيين، سواء واقفين لنا في زورنا، سواء بيغتتوا علينا، سواء زوج، سواء ابن، سواء الزوجة او زميل في العمل او المدير. ايا كان الشخص ده انا مش قادرة افك منه ولازم هتعامل معاه، يعني هتعامل معاه. اعمل معاه ايه؟ اولا حضرتك عليك بالنصيحة، تنصحه، توجهه، تدخل ناس تعدل، إيه، تحاول تصلح. ايا كان اللي تعمله اعمله. طب ما عرفتش وخلاص ومتضايق ومكتئب، تعالى بقى نشوف كده ايه ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، ورسولنا الكريم كان بيقول لنا ايه في المواضيع دي. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. يعني يا سيدنا النبي لو قعدوا يتكلموا معاك ويغتتوا عليك وياخدوا يدوا مش راضيين يسمعوا الكلام، فما عليك غير ايه؟ غير البلاغ. وربنا هو اللي هيبتدي يشوف العباد ويبتدي يحاسب كل واحد. مش قصتي بقى سمع الكلام ما سمعش الكلام، مش قصتي. بس انا بشر وبتضايق واعمالهم دي بتأذيني. تعالى كده شوف كده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه: ما يصيب المسلم، اسمع بقى، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعالى نفك كده الحديث. طيب نصب يعني ايه؟ نصب يعني تعب. اي تعب بتعمله، نظفتي حاجة، طلعتي سلم، نزلتي من سلم، رحت الشغل، عملتي اي حاجة تعبتك او عملت اي حاجة تعبتك، ديت ايه؟ هتكفر من خطاياك. طيب ادي كده النصب. ولا وصب اللي هو المرض، مرضت بمرض طويل فتعب لمدة طويلة، فبرضه ده هيكفر من خطاياك. طب ايه تاني؟ الهم. الهم ان احنا زعلانين على حاجة بس لسه ما حصلتش، يبقى الهم من حاجة في المستقبل انا خايفة انها تحصل وشايلة همها. طب والحزن؟ انا كده حزنانة على شيء حصل، وفاة حد ضايقني، حد عمل حاجة وزعلتني، يبقى كده بدنيا اللي هو النصب والوصب حاجات ايه؟ بدنية. والهم والحزن حاجات نفسية. طيب ولا اذى؟ دي حاجة شاملة بقى لكل اللي فات. اي حد يأذيك، ضرب، شتيمة، حد زعلك، اي حاجة بقى من اللي فات اللي هي بتشمل النصب والوصب والهم والحزن، هي دي اسمها ايه؟ أذى. طيب ولا غم؟ غم ده بقى من كتر الهم ومن كتر الحزن انت خلاص هيغم عليك، يبقى دي حاجة أشد من الهم ومن الحزن. طيب شوف كده رسول الله صلى الله عليه وسلم راح عمل لنا ايه؟ أعلى حاجة اللي هو الأذى اللي هو شامل الكل، والغم اللي هو شامل لكله. وإيه تاني بقى؟ والحاجة البسيطة، تبتدي ننزل بقى، ده كمان الحاجة البسيطة الشوكة يشاكها، هيحصل ايه؟ ربنا هيكفر من خطايانا اللي هي كتير، واللي هي حاجات نعرفها وحاجات ما نعرفهاش. وهنا الحديث بيقول من خطاياه، يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي هي بتتغفر، الحاجات اللي بينك وبين ربنا. انما بقى حقوق العباد، انت سرقت حد، خدت حاجة مش بتاعتك، شتمت حد، لا سيادتك دي بقى تروح تصلح علاقتك بالشخص. فهنا الخطايا اللي هتبتدي ربنا يغفرها لنا واللي وعدنا بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الخطايا اللي ما بيننا وما بين ربنا. طيب لما يكون بقى في حد حواليا مؤذي او حد حواليا متعب، فانا على طول في جهاد وشغال بيضايقني وشغاله بصبر وشغاله بجاهد، اخد بالي من الحديث ده اللي هيبتدي كده يطيب قلبي. ليه؟ لان انا شغاله خطاياي تروح عشان اروح لربنا كده وانا نظيفه ومفيش اي مشكله فيا الا الذنوب اللي بيني وبين العباد، واللي ابتديت ظلمت حد اروح اشوف علاقتي مع ده اصلحها ومع ده اصلحها. ولكن الذنوب اللي انا ما اعرفهاش واللي بيني وبين ربنا واللي هي كتير برضو تبتدي تتغفر بصبري على الاذى اللي من الاشخاص اللي حواليا، اللي هو مش عارفه انا اتعامل معاهم ومش
عارفة افلفص منهم لان هم في المحيط اللي حواليا، يبقى كده كده انا مرضية. يعني انا دلوقتي كده كده كسبانة، والله نصحته وخد بكلامي خير وبركة، يبقى اي عمل هيعمله خير انا هاخد برضو من الثواب اللي هو هيعمله. طيب ولو هو انا نصحته وما عملش ومضايقني ومغتت عليا، انا برضو كسبانة لان خطاياي ايه؟ هتمحى. وبس كده، يبقى خلاص ما يفرقش معايا الناس اللي حواليا، واللي يشيل قربة مخرومة هتخر على دماغه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.